السلام عليكم ومرحبا بكم، ان شاء الله تكونوا كامل بخير وبصحه جيده يا رب. نرحب بكم ونرحبوا بجدد اللي انضموا للقناه. نقول لكم نورتوني وشرفتوني ومرحبا بكم معنا. اليوم جبت لكم الحلوه التقليديه الجزائريه اللي يحبوها الكبار والصغار، اللي هي حلوه الطابع بالاسرار تاعها بكل الملاحظات باه تنجحوا فيها، باه تجيكم الله الله طريه ومشققه وبنينه بنينه. يعني كو تعرفوا بلي طاوله العيد بلا حلوه الطابع. اذا حبيباتي، قبل ما نبداو في الفيديو تاع نهار اليوم، فضلا ديروا جيم للفيديو، خلوا لي التعليقات تاعكم، واذا عجبتكم هذه الوصفه المميزه بارطاجيو الفيديو باش كامل يستفادوا معنا. نبداو على بركه الله. بسم الله. المكونات اللي نحتاجوها لهاد الكميه، تقطع لي حوالي 40 حبه هكذاك. عندي لهنا 4 حبات تاع البيض، كميه صغيره، يعني 40 حبه كميه صغيره. يعني اللي حبت دير بزاف على حسب الغاشي اللي عندكم، يعني ديروا حتى 6 ولا 8 حبات تاع البيض. هنايا عندي 4 حبات تاع البيض. واذا كان عندكم البيض تاع عرب، يعني تاع دجاج عرب، يعني من الاحسن، على خاطر الحلوه تاع الطابع بكري كانوا يديروها بالبيض تاع العرب، تجي اللون تاعها صفر صفر، على خاطر الصفار هذاك يجي بزاف صفر، تجي لداخل صفرة. هنا عندي كاس سكر وكاس تاع الزيت، يعني العبر اللي كيلتو به. اما بالنسبه للمبتدئات اللي ما ينجحوش في حلوه الطابع رغم انها اسهل الحلويات، شوفوا خياتي، كيلو البيض والسكر والزيت كامل مع بعض، يعني كيلا بيض، كيلا سكر، كيلا زيت. مهما درتوا الكيلات، يعني الكاس اللي تكيلوا به ولا الكيله اللي تكيلوا بها البيض، كملوا بها السكر والزيت. لهنا خياتي حركت مليح مليح، يعني خلطت هذه المكونات الاوليه. استعملوا يديكم، ما تستعملوش الباتور. وايضا درت رشه تاع الملح ايضا مع كاس زيت، كاس سكر، 4 حبات تاع البيض، رشه تاع ملح. حركت مليح مليح حتى وين ذاب لي هذاك السكر. هنايا زدت نص كاس تاع الحليب. السر تاع الحلويات تاع حلوه الطابع الحليب خياتي. كاين بزاف يعني يقولوا ما نضيفوش الحليب، واذا ما ضفتوش الحليب يعني راكم درتوا حلوه الكروكي، يعني ما درتوش حلوه الطابع. يعني كل حلوه مميزه بالمكونات تاعها. هنا خياتي بعد ما ضفت الحليب خلط ثاني مليح، ومن بعد زدت 2 ملاعق كبار معمرين جبل تاع نشا اللي هي مايزينا. هنا المايزينا حبيتوا تضيفوها، حبيتوا لا. شوفوا بكري كانت تجي الفارينه شابه، يعني خفيفه. دوكا الفارينه ولات ثقيله، ولات ماشي بيضه، ويعني تجي من داك اللون تاعها ماهوش مايل البيوضيه بزاف على الصفوريه. اما لا، رانا نضيفوا المايزينا باش تجي خفيفه وتعطي لنا هذيك البيوضيه تاع المايزينا. لهنا لكم الاختيار، حبيتوا ديروا حبيتوا تستغناو عليه. الوصفه الاصليه ما فيهاش المايزينا. هنا البنات درت 3 اكياس تاع خميره الحلويات، 4 بيض درت معاها 3 اكياس خميره الحلويات. واذا درتوا 6 حبات تاع البيض ولا 8 حبات تاع البيض، ديروا 4 اكياس تاع خميره الحلويات. هنايا بعد ما حركت زدت الفارينة غير بالعقل بمساعدة آنيس، كما كنتوا تشوفوا راه يعاون فيا. دائما نلم العجينة بأطراف الأصابع، ما تعجنوش، يعني ماشي تدلكوها، غير بأطراف الأصابع. حلوه لو كان ما تكونش حاضره انا على طاوله العيد، نحس باللي حاجه نقصتني. كما شفتوني انا درت حلويات تقليديه تاع زمان، نحبهم بالبزاف. كاين في القناه درت لكم الغريبيه، راهم بزاف اخوات جربوا الغريبيه ونجحوا فيها، ودرت تشارك ايضا. راني ثبت لكم التعليقات تاع الاخوات اللي قالوا نجحوا فرحوا في الحلويات اللي داروهم، يعني اسفل الفيديوهات. هنا البنات حلوه الطابع تحب حب القارص خضر، يعني الزاز تاع القارص يكون اللون الاخضر. وكثروا البنات، انا درت 3 حبات صغار، واذا تقدروا ديروا 4 حبات ولا 2 حبات كبار كثروا مبشور الليمون. واذا كان عندكم اخضر ديروا اخضر، على خاطر الاخر تاعو يجي شويه قاصح، يعني ريحته قاصحه. واذا ما كاش ديروا الصفر معليش. هنا البنات شتوني القارص ضفتو في الاخر، يعني قشور الليمون ضفتو في الاخر. علاش ضفتو في الاخر البنات؟ باش هذوك الزيوت الطياره ما تروحش، يعني تبقى الريحه تاعو شاده في الحلوه. لو كان خلطته مع الزيت وكامل في الاول راح هذاك كيشغل ما فيهاش ريحه الليمون. هنا المغرب بالعقل بالفارينه،
وحتى نتحصل على عجينه طريه شويه، ماشي قاصحه قاصحه وماشي تتلاصق في اليد. واذا شتوها تتلاصق في اليد بزاف تضيفوا لها الفارينه، المهم تكون شويه ناشفه كما كنتوا تشوفوا خياتي. عليكم لميت العجينه تاعي، شوفوا على واش تحصلت، على عجينه الطريه شويه، ماشي كيما تاع الصابلي، يعني تكون شويه حاكمه روحها لا تاع الصابلي. شوفوا البنات، هذه هي العجينه تاعي. نخليها تريح واحد الخمس دقائق ثم نرجع ليها ونقطعوا الحلوه تاعنا. بعد ما ريحت العجينه حوالي 5 دقائق، هذا ما كان خياتي. خلوها تريح العجينه تاع حلوه الطابع شويه باش تتفاعل الخميره. انا عندي لهنا سنيوه رشيدها بالفارينه، وعندي هذا الطابع على شكل ورده. قسمت العجينه على زوج، درت شويه تاع الفارينه. البنات رشوا الفارينه باش تقدروا تقطعوا يعني بالطابع باه ما تلصق لكمش على سطح العمل. كما راكم تشوفوا، شوفوا خياتي العجينه ماشي تتلاصق في اليد وماشي يابسه بالبزاف، يعني شويه. حلوها بسمك سمك حوالي 1 سنتيمتر، يعني ما ديروهاش رقيقه رقيقه مصه باه تتنفخ لكم وتتشقق لكم. ما ديروهاش رقيقه وما ديروهاش خشينه بزاف، حوالي 1 سنتيمتر، هذا ما كان. هذه هي. كاين بزاف اخوات ما يحبوش يعني الحلويات المعسله في رمضان ولا اللي فيهم الشوكولا. كاين بزاف اللي عندهم امراض، يعني الطبيب منع عليهم ياكلوا الحلويات يعني المعسله وكامل. كاين بزاف ثاني كما نقولوا الناس الكبار ما يحبوش ثاني دوك الحلويات تاع اللي راهم يديروهم في هذا الوقت. اما لا، يعني من الافضل ديروا كميه تاع حلوه الطابع هكا باش كي تحطوها على طاوله العيد، اللي ما حبش ياكل هذوك الحلويات المعسلين وكاع ياكل حلوه الطابع. يعني الحلوى هذه حنا ضروري في بليده ولا تيبازا ضروري تكون على طاوله العيد، هي والمسمن اللي هو المعارك. ان شاء الله غدوه نحط لكم المسمن تاعنا. حنايا لو كان ما نديروش المسمن في العيد والله ما نحسوا باللي عيد صراحه. ضروري يكون المسمن يعني على طاوله العيد صباح لله. لهنا خياتي بعد ما قطعت كامل الحلوى تاعي عندي صفار البيض. لهنا نضيف له شويه عطر الليمون وفي نفس الوقت ملون كما راكم تشوفوا باش ينحي لي ريحه البيض. ندهن مليح هادوك الوريدات بكري، يعني كانت حلوة الطابع تجي بالاشكال نجمة وهلال، يعني كانوا الاشكال تاعها بزاف شابين على شكل قلب كامل، على شكل شجرة. لهنا انا هذا واش لقيت قدامي اليوم، غير هذا الوردة، هذا ما كان راني قطعت بها معليش. ندهن كامل بصفار البيض ثم ندير هاد الحلوة الفرميسال اللي هي معروفة بحلوة الطابع. واللي ما يحبش يدير هذا الحلوة ديروا السكر يكون حرش. خياتي قبل ما تطيبوا الحلوه تاعكم ضروري، هذه ملاحظه ونصيحه باش تنجحوا في الحلوه تاعكم، خليوه يتخمر حوالي 10 دقائق ولا ربع ساعه باش طيبوه على درجه حراره متوسطه 180 درجه. حطوه في الرف الفوقاني كي تشوفوه حمر من تحت اشعلوا عليه من الفوق باش يتحمر لكم. لهنا اللي تحبوا صفر شويه تخليه بالصفيرار تاعو، واللي تحبوا محمر بزاف تحمروا، لكم الاختيار. المهم خياتي اللي عندها رياشه في الكويزينير تاعها كي تشوفوه بدا يحكم روحه ويتشقق، شعلوا الرياشه باش تعاونكم انه تشقق لكم الحلوه تاعكم. واللي ما عندهاش يعني طيبوا في غرضو. ومن داك يعني كي تشوفوه تحمر من تحت قويوا عليه شويه النار، عسوه باش يطيب لكم تمتم، يعني مده الطهي 15 دقيقه على الاقل، ومن بعد تشعلوا عليه من الفوق. تعرفوا لهنا اختكم نحب نشرح لكم بالتفصيل الممل. كاين اللي يقولوا لي تكثري الهضره، وكاين اللي يقولوا لي اسماء نحبوك كي تشرحي. معليش اللي تفهم وتستوعب بالخف الوصفه والملاحظات يعني زربوا في الفيديو. بصح فقط ما تنساوش ديروا جيم. انا يعني انا ماذا بيا للصغارات والمبتدئات اللي راهم في قناتي يتعلموا يعني الوصفه كيما يحب الخاطر. هذه هي الحلوه تاعنا، شوف كيفاش خرجت ريحتها تهبل في الكوزين. نقول لكم شهيتكم في الجنات. الله في رواحتكم والى الملتقى ان شاء الله.